ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده عملت فايش الصعيدي الاسواني. بس بصوا، انا بقسمها مقرمش وخفيف جدا وهش قوي قوي، طعمه جميل جدا بجد تحفه. كمان عملناه بالمكنه، يعني مش بس يعني صوابع بس على المكنه. عفوا صوتي تعبني قوي. ايه رايكم؟ بصوا جميل قوي قوي بجد. وهنبدا من اول الخميره لحد اخر حاجه. هنا اول حاجه معايا طبعا الحمص ده، انا مشتريه اللي هو الكيس الجاهز وطحنته. طبعا تطحنيه في الكبه او تطحنيه او تدجيه كده. لازم يكون طبعا ناعم. تمام، هاخد كده 3 معالق كبيره من الحمص المطحون. تمام، ويكون غاليه لبن يغلي على البوتاجاز. تمام. طبعا انا اللبن ده عملته بحليب بودر عادي. لو مش موجود عندك حليب يعني اللي هو جاموسي، فخليته يغلي على البوتاجاز. وبصوا كبيت كده شويه، وطبعا هقلب. تمام، قلب طبعا كويس جدا. ولازم طبعا في علبه تكون ازاز كده، يعني ما ينفعش في برطمان باليستيك ولا اي حاجه، لازم ازاز. هدوب كده كويس، وهنزل بباقي اللبن. يعني طبعا تبقى كده نص، وهقفلها كويس جدا. وطبعا في المرحلة دي هغطيها واحطها في مكان دافي. المكان اللي انت يعني النهاردة مثلا الساعة 10 بالليل، يبقى تاني يوم الساعة 10 بالليل هتلاقيها خمرت بالطريقة دي. تمام كده. وطبعا لما نبص على الخميرة لازم تكوني واخدة شاور، عشان الخميرة دي بالذات من الحاجات اللي هي بتتشهر. بصوا بقى كده، جبت شوية دقيق طبعا، وضفت الخميرة ومية سخنة على قد ما تتحمليها بإيدك. وطبعا بتكب كده وهقلب الخميرة بتاعتي. الخميرة دي برضو اللي هي في الحلة دي هتاخد 3 ساعات وهتخمر. ولازم ما تكونش تخينة قوي تقيلة يعني، ولا تبقى سايلة، هتبقى زي ما شفتوا كده في القوام. بصوا كده. تمام كده. وهتركها كده بعد ساعتين او 3 ساعات هتكون اختمرت كده. خلاص طبعا، خلاص هي اختمرت. فكده بقى هنحط الحليب. طبعا 4 كيلو حليب. تمام. وهضيف مية. طبعا حليب بودر دول ضفتهم، يعني في حدود كده 4 كيلو حليب من البودر. وهقلب طبعا. وبص بضيف كيلو سكر شوية بشوية، وبقلب كيلو سكر في الخبيز الفايش كله. تمام. وبقلب مع اللبن. تمام كده. بعد كده هضيف الكركم. تمام كده. ضفت الكركم وبقلب برضو. طبعا ب10 جنيه كركم. الكركم ده براحتك انت، كتير قليل براحتك انت. تمام كده. هضيف تاني شوية برضو. تمام كده. تمام كده. وضفت طبعا ب10 جنيه سمسم من عند العطار. وهقلب برضو. وحطيت 10 أكياس فانيليا، وده اختياري طبعا. بس الفانيليا بتخلي ريحة المخبوزات حلوة قوي. تمام. وكمان الفاش لو قعد عندك سنة ريحته مش بتكمكم ولا أي حاجة. تمام كده. هضيف بقى الدقيق، يعني حاجات بسيطة كده، بس الدقيق برضو يكون منخول بالمنخل. تمام، يعني مغربل بالظبط كده. ودي يكون فينو. وضفت بصوا عليها الخميرة من فوق. وطبعا هعجن، يعني ضفت الدقيق والخميرة. وبصوا هعجن كده. وطبعا عندنا كيسين كيك شيف او كيسين بيكنج باودر، بتفضيهم كلهم. تمام. وبتعجني كده سريع طبعا. ولو احتاجنا في المرحلة دي مية هنحط مية. طبعا يكون جنبك سمنة سايحة. تمام. طبعا لسه انا بكب طبعا الدقيق. كبيت الدقيق كله اهم حاجة. ودلوقتي بعجن. تمام. فترة العجن طبعا كلنا عارفينها. تكبسي اهم حاجة طبعا في الخبيز الفاش ان انت تعجني كويس، عشان يبقى بهش معاكي ومقرمش. تعجني بصوا، تخلي كده العجينة طرية قوي وناعمة من كتر العجين. بصوا كده. تمام كده.
اهم حاجه نعجن، وزي ما قلنا نعجن، احنا بنعجن كده بالبوكس. طبعا هنا حطيت شويه ميه، حسيت العجينه تقيله وتخينه فضفت شويه ميه. طبعا احنا على طول هنحطه في المكنه من غير ما يخمر ولا اي حاجه بعد ما نخلص. تمام. دلوقتي انا لسه مضفتش السمنه طبعا، السمنه تكون سايحه جنبك، تكون سايحه كده ويعني دافيه مش سخنه. تمام كده. بصوا بقى، السمنه انا عاملاها وحاطه زبده، مسيحه سمنه وزبده مع بعض. هحط كده شويه وهشرب كويس جدا. المرحله دي طبعا لازم نشرب السمنه كويس. تمام كده. بصوا بعد ما شربت، تمام، عجينه كويس جدا لحد ما يتشرب خالص. كده خلاص. هنقطع على طول. جاهزين المكنه طبعا. وكده طبعا دي خالتي اللي بتقطع قصادي. دي المكنه طبعا عايزه اقول لكم بتخلي الصباع كده مرسوم مفيهوش غلطه. دي ايدي انا طبعا التانية، فهي اللي قاعده في الوش دي خالته، فهي طبعا اللي بتقطع معايا برضو. لازم يكونوا اتنين قصاد بعض، واحده طبعا بتلف المكنه. ايد ام كراس دي اللي فيها حرف الام طبعا معروفه. تمام كده. وطبعا بتبلي ايديكي زيت، سمنه كويس، سوري مش زيت، سمنه. وتدهني برضو الوش الصينيه كده من فوق سمنه. اهم حاجه ان انت تغرجي السمنه عشان لما تيجي تفلتيه من بعض هيتفلت معاكي. تمام كده. طبعا لازم تبلي ايدك كل شويه كده من السمنه. حط اللايك يا قمر، انت بتتفرجي. تمام كده. طبعا احنا بنحطوه كده في الصاج بعد ما يتقطع، هنسيبه يختمر ويعلى، يملى الصاج خالص كده. تمام. اهم حاجه ان انت تخمريه كويس. وهوريكم شكله. بصوا ده بعد التخمير لازم حجمه يعلى خالص. تمام كده. كده ده عالي خالص. طبعا انا طيبته في الفرن، وطبعا دلوقتي في مرحله القرقيش هنقرقش الفايش. تمام. طبعا الفرن تكون واطيه جدا في مرحله ان انت تقرقشي. تمام كده. وطبعا بصوا لازم بفلته كده بيتفلت معاكي بكل سهولة. وطبعا بترصيه في صينية. تمام. وطبعا لما يتقرقش من فوق بنقلبه برضو، يعني تقرقشنا اللي فوق لازم تقلبه وتعدلي فيه. يعني بعد ما هتلاقي كده خد لون وحمر من فوق وقرقش، هنقلب بقى الفيشاية في نفس الصينية وعلى نار وسط خالص هادية جدا. القرقيش بيبقى على نار هادية جدا عشان يبقى مقرقش معاكي وفي نفس الوقت كده دايب دوب. انت لو ما قرقشتوش حلو مش هيديك النتيجة ان هو يبقى هش وخفيف. تمام. بص بقى الجمال في الاخر بجد تحفة جدا جدا. بص انا بقسمها هش جدا ومقرمش، يعني بص ممكن تاكليه على كده. بجد تحفة. ايه رأيكم؟ ان عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب تفعيل زر الجرس. واللي ما اشتركش في قناة ام كراس يشترك، ويعملوا لي فولو على صفحتي على الفيسبوك. وايه رأيكم؟ فيديو جميل قوي، جربوه هيعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.